الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة رجعت لكم فيديو جديد وهنعمل مع بعض المخ البني. الأول كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد علينا إن شاء الله. أنا كنت عملت معاكم المرة اللي فاتت الفيديو بتاع الكوارع وقلت لكم إن أنا هركز معاكم في المصمت بتاع ذبيحة العيد. والنهاردة كده هعمل معاكم المخ البانيه، لأن أكتر الناس مش بتعرف يعني تعمل إيه في المخ بتاع الذبيحة. عايزة نقول لكم إن هو من أجمل وأسهل وأطعم الأكلات اللي بتكون يعني جوه ذبيحة العيد. فان شاء الله كده هعمل معاكم الفيديو بطريقة سهلة جدا. انا معايا كده ده 2 من المخ البقري. يلا بينا كده بقى نشتغل مع بعض كده على البوتاجاز على طول. انا جبت كده حلة ونزلت فيها كده ببصلاية قطعتها كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا كمان بشر ليمون. ده كده علشان ما يخليش المخ بتاعي يكون فيه اي ريحة زفارة. ومعايا دول كده معلقتين من الثوم المهروس، ممكن تحطوا ثوم صحيح، لكن انا بحب ريحة الثوم تكون قوية، علشان كده حطيت ثوم مهروس. ونزلت بورق اللورة ونزلت بالحبهان. افتحوا الحبهان، ما تحطوش الحبهان صحيح علشان الريحة بتاعته تبقى ظاهرة. ده كده الحاجات اللي انا هستخدمها في مية السليق بتاعة المخ. طبعا حبايب قلبي انا مش بسيب المخ يتسلق فترة طويلة، هو يدوب كده 5 دقايق بالكتير علشان المخ ما يتهريش مني. ونزلت كده بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر. حطوا بقى التوابل اللي انتوا عايزينها، أنا استكفيت بالملح والفلفل الأسمر مع الثوم مع ورق اللورة مع الحبهان. وادي كده المخ، يعني حاولوا كده تشيلوه بحرص شوية علشان ما يتهريش مننا ويبوظ، يعني هو بيكون استخدامه حساس شوية. ادي كده المخ بتاعي حطيته اهو في الحله. عايزه نقول لكم ريحه اصلا قشر الليمون اللي انا حطيتها والورق اللورة والحبهان والثوم يعني مخليين الميه ريحتها في منتهى الجمال. انا هسيب بالظبط كده المخ مده 5 دقايق، ما تسيبوهوش اكتر من كده. لو في ريم على الوش بتشيلوه. عايزه نقول لكم المخ بيكون طعمه جميل جدا جدا، بس يعني للاسف ناس كتير مش بتعرف تستخدمه او تعمل بيه ايه. ادي كده انا سبته 5 دقايق، وبعد ما عدى ال5 دقايق انا طلعته كده زي ما انتوا شايفين اهو. وخلاص بقى المية كده بقى انا يعني هكبها، مش هستخدمها تاني. ادي شكله اهو بعد ما خرج من مية السليق. طيب هتعملي ايه بقى بعد كده يا زوزو؟ انا جبت بولة كده زي ما انتوا شايفين وحطيت فيها مية ساقعة، ونزلت في البولة بالمخ بتاعي. طبعا عملتي الخطوة دي ليه؟ علشان اوقف عملية التسوية، ما خليش البخار يعني يسوي المخ بتاعي تسوية جامدة، فالمخ بتاعي يبوظ. يعني هو بيكون حساس جدا وطري جدا، يعني استخدموه بحرص قوي. يبقى المية الساقعة انا نزلت في البولة بالمخ بتاعي علشان اوقف عملية التسوية. وبدأت بقى كده اقطعه كده بالسكينة بالراحة جدا، يعني حلقات كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده ما قطعت المخ بتاعي، جيبوا بقى البقسماط او الفيجيتار، الحاجة بقى اللي انتوا هتستخدموها. ونزلت كده بشوية من الكمون عليها. واخدت بقى كده المخ بحرص جدا. يعني انا اهم حاجه باكد عليكم في المخ ان انتوا تستخدموا المخ بحرص، يعني علشان هو حساس جدا وطري جدا، ما يتهريش مننا ويبوظ ويترمي وخلاص بقى كده يبقى كل اللي احنا عملناه راح على الارض. حطيت كده بقى المخ في البيض كده زي ما انتوا شايفين، ونزلت بيه في البقسماط. ادي كده شكله اهو. وهسيبه بقى كده في التلاجة لمدة ربع ساعة نص ساعة، يعني براحتكم، علشان القشرة بتاعته تفضل متماسكة وما تفكش مني لما اجي احطها في الزيت. ادي كده شكل المخ بتاعنا بعد ما خرج من التلاجة. انا كنت بقى جبت كده طاسة وحطيت فيها كمية زيت كده كويسة. ما تحطوش كده كمية زيت شوية صغيرين علشان ما يتحرقش مني. الزيت لازم يكون مغطي الطبقة من فوق ومن تحت. وبالمعلقة كده أخدت واحدة واحدة بالراحة جدا،
ونزلت كده بالمخ بتاعي في الزيت، وهبدأ كده بقى أقلي المخ في الزيت لحد ما ياخد اللون الذهبي، وهتشوفوه دلوقتي هيكون شكله عامل ازاي. اهم حاجة بس واحنا بنحطه في الزيت نحطه بحرص وبالراحة علشان ما يتهريش مننا. ان شاء الله حبايب قلبي هتجربوا الوصفة دي وهتتأكدوا ان المخ بيكون حساس جدا، يعني بيكون في الاستخدام بتاعه مش عايز عنف او استخدام كده يعني لازم كده تبقى بالراحة كده واحدة واحدة. ادي كده حبايب قلبي المخ بتاعنا في الزيت، هديله كده اللون الذهبي اللي هتشوفوه دلوقتي اهو. ادي كده شكل المخ بتاعي بعد ما خرج من الطاسة. بصوا شايفين الجمال، عايزة نقول لكم هو من بره واخد اللون والطبقة اللي انتوا شايفينها دي، ومن جوه بقى مش عايزة نقول لكم على كمية الطراوة والجمال اللي في المخ. طبعا انا كان عندي خس كاباتشو، قطعته كده زي ما انتوا شايفين حلقات، وحمرت معاه بطاطس. ممكن بقى تجيبوا عيش فينو او تستخدموا عيش بلدي، وترشوا عليه كده برضو من بره كده شوية ملح وشوية فلفل. عايزة نقول لكم من أجمل أكلات عيد الأضحى المخ. ده كده كان فيديو النهاردة. إن شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفة بتاعتي، وإن شاء الله تطلع كمان أحسن مما أنا قلتلكوا عليها. ربنا يحسن ما بين إيديكوا حبايب قلبي. وبكده أكون خلصت معاكم فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير علشان يوصل معاكم كل جديد. وإن شاء الله انتظروني في فيديو جديد من فيديوهات أكلات عيد الأضحى المبارك، وكل سنة وانتم طيبين.